يقول ليلة 11 زينب جمعت العيال والأطفال في خيمة واحدة، والتفتت لأم كلثوم قالت لها أخيتا في كل ليلة يحرسنا أهلنا، الليلة أنا وياك ظلينا ندير شأن هالعائلة، ففي أنت على جانب واقف وأنا على جانب. زينب وين وقفت؟ بجهة الغري. وين توجهت؟ نحو أبيها بين ساعة وأخرى وتصيح يا أبا الغوث أغثنا، يا علي أدركنا. بينما هي كذلك وإذ ترى سوادة أقبلت نحوها قالت أيتها السوادة سيري وشمري عنا، فدنت منها السوادة صاحت ثانيا وثالثا أيتها السوادة نحن بنات أمير المؤمنين، لا تروع قلوب بنات فاطمة، ما بقي عندنا شيء ليطمع فيه الطامع. كأن لسان الحال ها وإذا بالجواب من تلك السوادة أنا بوك على هذا اللي حاجج يا زينب للحراسة جيت ليش يا أمير المؤمنين. زينب تستقبل أباها كان تندبه تقول علي أنا يا أبويا تشلشل اللي لو دارت علي أنا الزلم والخيل بويا واليال كلها مشاتيل والحسي قلبي يمثل وتمثيل. ليلة 11 هواية صعب على زينب ليل هواية مهم على العقيلة، باتت في ذلك الليل وهي في أشد حسرة وفي شدة خائفة. يقول جمعت العائلة ووقفت تحرسهم طوال ذاك الليل، لكن توجهت إلى الحسين تخاطب أبا عبد الله تقول له وحدي أمسى المسا حسين وحدي يا اخويا وانا محيرة ودي على خدي وبايس الاطفال تنوح عندي. زينب سلام الله عليها ذاك الليل عدة مرات خرجت يقول قامت تتفقد الأطفال. أكو أطفال المغرب كانت فاقدتهم هم موجودين، لكن بعد الصلاة بعد الغروب ماكو، طلعت تدور عليهم وجدتهم قرب المشرعة نايمين. تعجبت قال الأطفال وش نايمين هنا؟ يقول لما دنت منهم وإذ تجدهم ميتين، وذلك من شدة العطش والفاجعة وما جرى عليهم. زينب سلام الله عليها بذاك الليل افتقدت الرباب أم عبد الله الرضيع، أيضا خرجت تفتش عنها وجدتها جالسة إلى جنب جسد الحسين. صاحت زينب رباب هذه قامت لجلبات يا العين وقالت يا زينب جيت لحسين